ما أدري أنت قريب منهم. كريستيانو رونالدو كان قاب قوسين أو أدنى للتوقيع مع نادي الهلال. كان الوسيط في الصفقة جارديم مدرب الهلال السابق. صحيح ولا هذه إشاعات؟ والله ما أقدر أؤكد ولا أقدر أنفي، لكن رئيس الهلال فهد بن نافل تحدث في برنامج أنه كان قادر على أنه يجلب اللاعب كريستيانو رونالدو ويوقع مع اللاعب كريستيانو رونالدو. وأعتقد أنه إيرادات نادي الهلال مع الرئيس فهد بن سعد بن نافل يستطيع أن يجلب رونالدو ويجلب أي لاعب. فأنا أعيد وأشدد وأؤكد على كلام الأستاذ كيف يعني؟ لحظة إذا حضر رونالدو يا أبوي اللاعب ياخذ 200 مليون يورو، أنت إيراداتك كلها ما تجي 150، شلون؟ طيب الرقم بتقلط الضيف على عشاء البيت كله؟ أهل البيت ما ياكلون ولا شلون؟ لا، هل المبلغ اللي احنا سمعناه لكريستيانو رونالدو ال 200 مليون يورو، احنا لا ما نقدر ناكد ولا ننفي مفاوضات نادي النصر بالرقم هذا بال 200 مليون يورو، ممكن الرقم يكون اقل من ذلك بكثير. فاللي احنا قاعدين نسمع الان مجرد رقم، لكن الارقام الحقيقيه واللي انا متاكد منها اعتقد انه رونالدو لو حضر المنطقه سيحضر باقل من ذلك بكثير. عمره، امكانياته، لاعب كبير سيضيف للمنطقه، لاعب شاهدنا عندما انتقل لنادي يوفنتوس الايطالي عقود الرعايه لنادي يوفنتوس الايطالي ارتفعت للضعف، وسائل التواصل الاجتماعي المتابعين لنادي يوفنتوس ارتفعوا للضعف. إذا حضر النادي النصر أتمنى أن يكون عامل رئيسي ومهم لتحقيق دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ نادي النصر. لاعب قيمة إضافية للدوري السعودي ونادي النصر. طيب. الكل يتمناه في ناديه. بعيدا عن التنغيز اللي قاعد تقوله، طيب أنا أعرف نواياك الشريرة في هذا الموضوع.